الله الرحمن الرحيم. ايوه بقى. انا اسفه اني بقول لكم انكم بعد ما تجربوا صينيه الكنافه دي مش هتعملوا تاني خالص الكنافه اللي بالقشطه، هتنسوها. ونوسع بقى المجال لبابا المجال، اهو ده بقى بابا المجال. صينيه كنافه مقربشه من بره، معموله بحشوه، يا نهار ابيض، حشوه بجد خيال. رغم المكونات البسيطه والطريقه الابسط، بس النتيجه تاخدك في حته تانيه خالص. بصوا، يا نهار ابيض. يلا بينا بقى نشوف الطريقه والمقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنحضر الشربات، وعشان نحضر الشربات هنحتاج لكوبايه وربع من السكر، عليهم كوبايه الا ربع من الميه. هنقلبهم كويس قوي مع بعض، وبعدين هنرفعهم على نار متوسطه 5 دقايق بالظبط. وبعد ال5 دقايق هقول لكم نعمل ايه. دلوقتي يلا بينا على الكنافه. بصوا يا بنات، ده نص كيلو من الكنافه، جبته ودخلته الفريزر 3 ساعات. بعدين طلعته من الفريزر وبالسكينه كده وقعدت اقطعه لفتافيت. انا عايزاه فتافيت، انا عايزاه متفتفت. بصوا هنا بقلد لكم البنت الجديده اللي بتعوج رقبتها وتقعد تبرق للحاجه دي. كان وحشني مطبخي قوي، يعني اول صينيه كنافه اعملها من اول رمضان والله العظيم يا بنات. بنقل بقى الكنافه في البوله. عايزه اقول لكم ان هم كانوا عايزين يطلبوا صينيه كنافه في موقع كده اسمه طلبات، بيطلبوا منه اي حاجه. داخلين علشان يطلبوا، قلت لهم لا انا هقوم اعملها لكم. وفتحت الكاميرا وقلت يلا احاول اشتغل كده واشجع نفسي. بعد ما فرمت الكنافه كويس ضفت لها كوبايه من السمنه. لو حابه تضيفي كوبايه الا ربع براحتك، بس انا ضفت كوبايه كامله من السمنه الدايبه. وكمان معلقه كبيره من عسل النحل. لو ما عندكيش عسل نحل تقدري تضيفي معلقه كبيره من شربات الكنافه او من شربات الجلاش او من شربات القطايف. لو ما عندكيش تقدري تضيفي معلقتين كبار من السكر البودره. وبعدين تفركي كويس قوي الكنافه بالعسل بالسمنه. الحركه دي مهمه جدا. بصوا انا دلوقتي هعمل ايه. هقلب الكنافه كلها قدامي على البلانشه علشان اوريكم ان دي حاجه مهمه جدا. عايزه اقول لك ان انت ممكن تقعدي 5 دقائق 7 دقائق، المهم تتاكدي ان كل قطعه من الكنافه شربت كويس قوي من العسل والسمنه. بصوا بعد 5 دقائق من الشربات على النار ضفت له معلقه من عسل النحل ورشه من الفانيليا، وقلبت ورجعته تاني على النار غلوه واحده بس، وكده الشربات هيكون جاهز. طبعا بسيبه يبرد تماما لان الكنافه لازم تكون سخنه والشربات بارد. هنا بقى شغلت الفرن على درجه حراره 180 وجبت الصينيه بتاعتي. بصوا يا بنات، الكنافه علشان تبقى معاكي فظيعه لازم صينيه المونيا. الصواني دي انا جبتها معاكم رمضان اللي فات علشان اعمل فيها شغل الكحك والبسكوت والكلام ده. بصوا هي فظيعه، هي صواني كيتشنوفا. انا هستخدم المقاس اللي في النص. بصوا يا بنات، انا دايما بحب احافظ على حاجتي، يعني بعد ما اخلص الاستخدام اغسلها كويس وانشفها وارجعها تاني في كرتونتها. وخصوصا الصواني دي لان الصواني دي مخصوصه للبسبوسه، للكنافه، للبيتزا، يعني استخداماتها مش قويه. فانت لما بتغسليها وتنشفيها وتعينيها تفضل على طول معاكي جديده. بصراحه الومنيوم كيتشنوفا ملوش حل. زي ما انتوا شفتوا دهنت الصينيه بشويه من السمنه، وبعدين اخدت بقى تلتين كميه الكنافه علشان اضيفها في الصينيه. زي ما قلت لكم الالومنيوم تحفه في توزيع الحراره، علشان كده بحب البسبوسه، الكيك، الكنافه، البسكوت، الكحك يكون في صواني الومنيوم. بصوا بقى، اخدنا تلتين كميه الكنافه وضغطناها كويس في القاع والجوانب بايديكي كده. حاولي تعملي سور كده علشان الحشوه ما تخرجش بره. ويلا بينا نحضر الحشوه. هنحتاج لكوبايتين من الحليب. بصوا يا بنات، انا عملت كل حاجه قدامكم، بصراحه ما قدرتش اعمل كل خطوه لوحدها، انتوا عارفين انا كنت لسه قايمه من تعب وكده. المهم كوبايتين الحليب هنضيف عليهم معلقتين كبار من بودره الكاسترد، وهنقلب كويس جدا وهنرفعهم على النار. ومجرد ما يبداوا يسخنوا هنضيف عليهم معلقتين كبار من بودره الكريم شانتيه الخام ورشه من الفانيليا، وهنقلب لحد ما القوام يتقل ويبقى معانا بالسمك والجمال ده. بودره الكريم شانتيه على الكاسترد بتاخده في حته تانية خالص. ويا سلام بقى لو معلقه قشطه، يا نهار ابيض. جبت بقى كوبايه وبالقاع بتاعها قعدت اضغط جامد كده، وده مهم جدا. بعدين نزلت بالكاسترد الحشوه، يعني الحشوه دي مش طبيعيه. بصوا يا بنات، احنا ما بنحطش في الحشوه سكر لاننا في الاخر بنسقي بشربات، فعشان السكر بتاعها يكون مظبوط. بعدين بناخد بقى تلت كميه الكنافه الاخراني ونبدا بقى نساوي بيه السطح، يعني بسيط كده. يعني حاولي ان انت تداري الحشوه. بنات بجد جربوا الكنافه دي بالحشوه دي، فظيعه بسم الله ما شاء الله، ملهاش حل. بتبقى معايا بالشكل ده. بدخلها الفرن انا مسخناه من 10 دقايق على درجه حراره 180. من 20 ل 25 دقيقه هتلاقي الجوانب كلها اخدت لون والكنافه بدات تفصل عن الطرف كده تمام. هتقفلي بقى الفرن وتشغلي الشوايه، تاخد معاكي اللون القمر ده. تسيبيها تهدى 5 دقايق وبعدين تقلبيها وبالشربات تسقيها وبالهنا والشفا تاكليها. بس الاول زينيها شويه كده من جوز الهند المبشور. زينت بيه داير ما يدور كده كان سكر،
وفي النص كده شويه من الفستق، بصوا السكر، ونص كريزيه. وقطعي بقى كده. انا عايزه اقول لك ان انا ما صبرتش لما تبرد، المفروض ان انا استنى لما تبرد. بصوا الدخان طالع منها، انا ما صبرتش. وبرده كانت متماسكه جدا، طعمها كان فظيع. كل اللي اكل منها قال لي هو في ايه، وانا برضو مش عارفه اقول لكم هو في ايه. طعمها خيال. انا عايزه اقول لكم انا جوزي ما بياكلش الكنافه اصلا. بصوا بصوا واقف اكل منها قال لي ايه ده يا ساره، بجد فظيعه. جربوها هتدعوا لي. استودعكم الله، احبكم في الله، مع السلامه.